معلش امام عاشور صفقته مع النادي الاهلي هي صفقه مكايده بنسبه 100%، والاهلي خسر فيها كتير جدا. تمام. وما امام ما ضافش حاجه للنادي الاهلي ولا ضاف حاجه. الاهلي كان بياخد بطولات من قبل امام. تمام، بعد اذنك سيبنا اتكلم. امام قبل النادي الاهلي، قبل امام كان بياخد افريقيا وكان بياخد دوري، كان بياخد كاس. بعد امام النادي الاهلي باخد افريقيا وباخد دوري وبياخد برضه كاس. اتكلم جد. لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. تمام. في نظير النادي الاهلي امام ضاف له ايه؟ ما ضافلوش اي حاجه. امام رايح النادي الاهلي مخصوص عشان يكيد نادي الزمالك. معلش هم فرحانين بيه جدا ان هو يطلع كل يوم والتاني يعمل لقطه وياخد الشو هو والواد كهربا. الله، وانا مالي يا لمبي؟ تمام، وهم فرحانين بده. اداره الاهلي عندها سقطه كبيره جدا في الوقت الحالي، طول عمرها بتدافع عن مبادئها واخلاقها، واحنا طول عمرنا كنا مؤمنين ان النادي الاهلي عنده اخلاق وعنده مبادئ. بس بعد اللي بيحصل كل يوم وكل اسبوع، تصحى الصبح تفتح الاخبار تلاقي امام عاشور، وتلاقي اصل امام عاشور اتزحلق بالصابونه هو وعمر، اصل امام عاشور اتخانق مع بتاع الامن، اصل امام عاشور مسك البالونه. ايه يا حبيبي، هو ما فيش الا انت. يخرب عقلك، ده انت مسخره. ده حتى يعني اسوأ الناس طلعت اتكلمت على امام وقالت عليه لعيب مش عارف ايه، واللعيب حته العيل الصغير. على فكره ده ما يليقش بالنادي الاهلي ولا يليق انا ما يشرفنيش ان امام عاشور في يوم من الايام لبس تيشيرت الزمالك. حياة النبي محمد دي اللي هيجيب لي جلطه، ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. اما تضحك يا اخي. حياة دينك ينفع الحوارات اللي انت بتعملها كلها دي؟ لا ما ينفعش. طب لما ما ينفعش هتجيب لنا سكر. ما هو بيطلع يغني ويقول لك البت بيضه بيضه بيضه. هو بيتكلم على مين؟ بيضايقنا احنا حبيبي. انت اقل من ان انت تضايقنا، احنا اللي عملناك اصلا. احنا جايبينك من بلديه المحله، كنتش تعرف بقى ما ينفعش. ايوه ماشي، ما انت لازم تبقى عارف برضه دنيتك رايحه فين. لا، اللي انا عارفه ان هو جاي من السنبلاوين. اللي انا عارفه ان هو جاي من السنبلاوين، من الفلاحين، مع احترامي للفلاحين اللي انا منهم. ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. في ماتش كان ناشئين اهلي وزمالك، وكان نازل بيلعب مع الفرق الصغيره اللي تحت في قلب النادي الاهلي، شتم الجماهير، شتم صالح سليم، شتم الدنيا كلها. الكاميرا بعد اسمه امام عاشور. قال له هو فين الكاميرا بعد اسمه؟ قال هو في الزمالك. ده عندك انت، ده في النادي عندك انت. تمام ماشي. انت الزمالك متربى على كده. انت بقى في الاهلي بقى هو عندنا يقدر يعمل كده؟ الكسفه اللي انت فيها يا حازم. امام كهربا كاسرين عين الاهلي، انتوا مش عارفين تعملوا معاهم حاجه. والله انت الله الحمد لله. ربنا يخليك.